انت عارف انا بقعد اعمل كده وفي اخر ما بزهق بقوم عامل ايه؟ بقوم مصور بقى وزي ما تيجي وفي المونتاج بقى بتصرف. اه والله. ابص بقى اشيل اهو. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ لو بتدور على سماعه تقدم لك ماتيريال نظيفه جدا وصوت ممتاز واكتيف نويز كانسلنج حقيقي وكمان صوت في المكالمات جبار، ورايمو سبيس بادز زي، خلينا نشوفها مع بعض. خلينا اول حاجه نعمل انبوكس للسماعه، والفخامه بتبتدي من بوكس السماعه نفسه. الصراحه البوكس مصروف عليه جدا ونضيف جدا وشكله شيك جدا وقايم قوي، فخلينا نشوف ايه اللي ممكن نلاقيه جوه علبه السماعه. الصراحه علبه السماعه ما فيهاش افتكاسات كتير، كل الحاجات المهمه هي اللي ممكن تلاقيها جوه البوكس. زي ايه؟ زي السماعه طبعا، زي كابل يو اس بي تايب سي، وكمان 2 غيار ودن لو المقاس مش مناسبك تغير بمقاس يناسبك، وكتالوج صغير كده مش مهم، مش هنعمل بيه حاجه. البوكس بتاع السماعه زي ما قلنا ما فيهوش حاجات كتير، ما فيهوش افتكاسات كتير، كل الحاجات المهمه والضروريه هي بس اللي هتلاقيها في البوكس. سيبنا من العلبه، نخلص موضوع العلبه، خلينا نتكلم في المفيد وخلينا نتكلم في السماعه نفسها. اول حاجه هنتكلم عنها في السماعه هي الماتيريال والخامات. هنا الصراحه احسن من سماعات كتير في نفس الفئه السعريه. الماتيريال هنا ممتازه جدا، الخامات ممتازه جدا، سواء الكيس او سواء السماعات نفسها الماتيريال بتاعتهم ممتازه. السماعه هتديك احساس ان هي اغلى بكتير قوي من سعرها الحقيقي، السماعات هتديلك ان هي قيمه جدا عن سعرها وعن كل السماعات اللي في نفس الفئه معاها، وده هتحسه من وزن الكيس التقيل. وزن الكيس مش خفيف، لا وزن الكيس هتحسه تقيل في ايدك، وكمان من لمسات الديزاين اللي معموله في السماعه وفي الكيس كمان. فهنلاقي مثلا ان غطا الكيس بيجي لك شفاف بحيث ان انت تبقى قادر تشوف السماعات اللي جوه، وبنفس الشكل وبنفس لغه التصميم السماعات اللي جوه الراس بتاعتها شفافه، فبتبقى قادر تشوف المكونات الداخليه لكل سماعه. الموضوع الصراحه هنا معمول بشكل لطيف جدا وشكل مميز قوي، وهيدي لك احساس ان السماعات قيمه وفخمه جدا. بس في نقطه صغيره في موضوع التصميم وهي ان الكيس الماتيريال بتاعتها جلوسي قوي، وده هيسبب لك مشكلتين. اول مشكله ان طبعا السماعه هتبصم بسرعه رهيبه، سواء الكيس او سواء السماعات، الكيس نفسه بيبصم بسرعه رهيبه، فهتبقى محتاج تنضفه تقريبا كل 3 ثواني. تاني مشكله هتقابلك وهي الاهم بالنسبه لي، ان السماعه صعب قوي تفتحها بايد واحده. الموضوع انك تفتحها بايد واحده ده اكنه عمليه جراحيه، السماعه تتزحلق من ايدك وغالبا هتقع، فهتبقى مضطر ان انت تستخدم الايدين عشان تفتح السماعه. خلينا نقول ان الكيس بيجي بمنفذ تايب سي طبعا، وكمان بيجي من قدام لمبه لتنبيه لنسبه الشحن. لمبه بتنور اخضر لو الكيس مشحون بالكامل، او بتنور برتقاني لو الشحن نص نص، او بتنور احمر لو خلاص البطاريه قربت تفضى. بالنسبه بقى للسماعات نفسها، فالصراحه السماعات وزنها خفيف جدا، هتلبسها في ودنك مش هتحس انك لابس حاجه في ودنك خالص. وكمان المقاسات او غيارات المقاسات اللي بتيجي جوه البوكس بتخليك قادر تحدد المقاس المناسب ليك بشكل يريحك، بحيث ان السماعه تبقى جوه ودنك مريحاك. ده غير طبعا ان السماعات ثابته جدا جوه الودن، بحيث لو انت هتستخدمها اثناء ما انت بتلعب رياضه، رايح جيم، بتجري، بتعمل ايا كان، السماعات هتكون ثابته جدا في ودنك. حتى لو راكب سكوتر مثلا السماعات هتبقى ثابته في ودنك. كمان السماعات بتيجي بحاجه مهمه جدا وهي مقاومتها للميه. السماعات بتيجي مقاومه للميه بمعياريه اي بي اكس 5. طيب يعني ايه اي بي اكس 5؟ ده معناه ان السماعه مقاومه لرشات الميه، رذاذ الميه، شويه العرق اللي هينزلوا وانت بتلعب رياضه. يعني ده مش معناه ان السماعات مقاومه بشكل كل للميه، لا، بخات ميه خفيفه هو ده اللي السماعه تقدر تستحمله. يعني لو السماعه جه عليها شويه ميه، سواء مطر او سواء عرق او سواء ايا كان، كل ده مفيش منه مشكله. بس الكيس نفسه ما بيجيش باي معياريه لمقاومه الميه، فالكيس نفسه ما تحاولش تجيب عليه ميه باي شكل من الاشكال. السماعات بس هي اللي مقاومه للميه بمعياريه خفيفه، اللي هي اي بي اكس 5 زي ما قلنا، رشات الميه والعرق الخفيف. خلصنا كل الكلام اللي مش مفيد قوي، خلينا بقى نخش في الكلام اللي فعلا مفيد واللي هنتكلم فيه عن الاداء الفعلي للسماعه. طبعا هو اصلا فكره ان انا اعمل لك ريفيو عن حاجه انت مش شايفها او انت مش سامعها، هو الموضوع صعب، بس انا هحاول على قد ما اقدر انقل لك التجربه بتاعتي بحيث ان انت تقدر تحدد هل السماعه دي مناسبه ليك ولا مش مناسبه ليك. بالنسبه لصوت السماعات نفسه، فالصوت الصراحه هنا ممتاز، الصوت نقي جدا، البيز عالي وقوي وكويس، بس مش بدرجه العلو اللي تخليك حاسس ان كل حاجه سايحه على بعض. والكلام ده بنلاقيه كتير قوي في الفئه دي من السماعات، بيدي لك او بيقدم لك بيز قوي قوي فتحس ان الصوت كويس، بس الصوت كله عباره عن بيز او عباره عن دبدبه مش اكتر. لا، الصوت هنا نقي، طبقات الصوت هتبقى قادر تميز ما بينها، هتبقى قادر تحدد الاصوات بشكل كويس، مش هتحس ان كل حاجه سايحه على بعضها. البيز مش في اعلى درجاته في الدنيا، بس في نفس الوقت مناسب لو انت بتحب تسمع صوت نقي او بتحب تسمع حاجه تبقى قادر تفرق ما بين الطبقات اللي انت بتسمعها. طب هل معنى كلامي ان البيز ضعيف او ان البيز مش حلو او صوت السماعات ضعيف؟ لا، السماعات صوتها فعلا عالي والبيز فعلا صوته كويس ونقي، وده اللي انا بتكلم فيه، ان السماعات صوتها نقي، صوتها رايق. السماعات هتبقى قادر تحدد الطبقات اللي انت بتسمعها كويس وانت مشغل ايا كان المحتوى اللي انت مشغله. والكلام ده فيه ميزه مهمه جدا، ان الصوت مش هتلاقي ابدا بيعمل ديستورشن
ديستورشن او ان انت لما تعلي الصوت تحس ان الصوت ابتدى ينغبش. لا، الصوت هنا مهما عليت هيفضل نقي وهيفضل محافظ على نقائه وجودته زي ما هو. بس برده مفيش مانع لو انت بتحب البيز يكون عالي شويه تقدر تستخدم الايكولايزر اللي موجود في ابلكيشن اورايمو. تبتدي بقى تعلي توطي تتشقلب في الابلكيشن وتعمل اللي انت عايزه. الايكولايزر بيبقى فيه انماط او مودز جاهزه انك تستخدمها زي كلاسيك زي جاز زي مش عارف ايه ايا كان، وممكن تكستم انت حاجه على مزاجك بقى. لو انت عايز البيز عالي قوي، البيز واطي قوي، الصوت مش عارف ايه، ايا كان اللي انت عايزه تقدر تتحكم فيه انت بنفسك من خلال الابلكيشن. وطالما جبنا سيره الابلكيشن خلينا نتكلم شويه عن ابلكيشن اورايمو. الابلكيشن بيقدم لك هنا كذا مود وكذا اختيار، خلينا نتكلم عن كل واحد فيهم ونشوف هو بيعمل ايه. اول واهم مود طبعا معانا هو الاكتيف نويز كانسلنج. اكتيف نويز كانسلنج حقيقي، وخليني اقول لك ان المود ده بمجرد ما تشغله انت هتتعزل تماما عن كل حاجه حواليك، سواء انت في شارع، سواء انت في مواصلات، سواء انت في شغل. لو انت عايز تفصل تماما عن كل المحيط اللي حواليك، مش عايز تسمع اي حاجه خارجيه، شغل اكتيف نويز كانسلنج مود، والصراحه هتحس ان انت دخلت عالم تاني لوحدك. في مود كمان هتلاقيه وهو الترانسبيرنسي مود. الترانسبيرنسي مود هو عكس الاكتيف نويز كانسلنج بالظبط. بمعنى ايه؟ ان زي ما قلنا الاكتيف نويز كانسلنج بيعزلك عن كل اللي حواليك، الترانسبيرنسي مود هو العكس تماما، بحيث ان المايكات بتدخلك شويه من الاصوات المحيطه بيك بحيث ان انت ما تبقاش منعزل تماما عن كل اللي بيحصل حواليك. لو انت عايز لو حد نده عليك او لو حد بيوجه لك كلام تبقى منتبه وتبقى قادر تسمعه، فالمود ده هيسمح لك ان انت حتى لو مشغل حاجه او بتسمع حاجه تبقى قادر تسمع الاصوات اللي حواليك. اخر مود معانا هو النورمال مود. النورمال مود هو مود اللا مود، اللي هو ولا حاجه، انت بتسمع السماعات بصوتها الطبيعي مفيش اي اضافه شغاله. في مود كمان هتلاقيه في الابلكيشن اسمه سبيشال ساوند، والمود ده باختصار بيخلي الصوت عميق اكتر او متوزع حواليك اكتر او اعلى سنه، او الصوت بيبقى ديب شويه. وده بيحاكي ايه؟ ده بيحاكي الدولبي اتموس. هو طبعا مش زي الدولبي اتموس وبنفس نقاء وحلاوه الدولبي اتموس، ولكن هي حاجه مشابهه ليها، حاجه قريبه منها، بس طبعا مش نفس الفكره او مش نفس الكواليتي بتاعت الدولبي اتموس. مود اخير معانا وده يخص حبايبنا الجيمرز، خصوصا اللي بيلعبوا العاب فيها شوتينج، بابجي بقى وكول اوف ديوتي وفورتنايت والحاجات دي. فالمود ده بيخلي الليتنسي اقل درجه ممكنه وبيخلي الديلي اقل درجه ممكنه، بحيث ان الصوت يبقى بيوصل لك في نفس اللحظه اللي بتتم فيها الحاجه. وده طبعا شيء مهم جدا بالنسبه لاخواتنا الجيمرز، علشان ده بيبقى مهم جدا في العاب الشوتينج اللي هم بيلعبوها. نيجي بقى لحاجه مهمه جدا وهي الطريقه اللي انت تتفاعل بيها مع السماعه. السماعه هنا بتقدر تتفاعل معاها باللمس او بالتبس، وكل ده برضو بتقدر تخصصه من خلال ابلكيشن اورايمو، بحيث انك تقدر تحدد لمسه او لمستين او 3 لمسات لكل سماعه، وكل حاجه فيهم تعمل حاجه معينه، بحيث ان انت ممكن تخلي لمسه توقف، لمستين تشغل، 3 لمسات تجري، لمستين من السماعه اليمين تعلي الصوت، وهكذا. طبعا كل الكلام ده انت بتخصصه على حسب مزاجك وعلى حسب الحاجه اللي تريحك. السماعه استشعارها للمس الصراحه سريع جدا ومش هتقابل معاه اي مشاكل. عيب صغير هنلاقيه في السماعه اللي معانا وهو انها ما بتجيش باير ديتكشن سنسور. طيب الاير ديتكشن سنسور ده بيعمل ايه او مسؤول عن ايه؟ ده مسؤول ان انت لو مشغل محتوى ومشغل السماعات في ودنك وشلت السماعه من ودنك الصوت يقف لوحده، ولو لبستها تاني الصوت يشتغل برده لوحده. السنسور ده مش موجود هنا، بس مش هقدر اقول ان ده عيب قوي، لان معظم السماعات اللي في الفئه السعريه دي واللي في الفئه السعريه الاعلى كمان ما بيبقاش فيهم السنسور ده. خلصنا كلام عن الماتيريال وخلصنا كلام عن الصوت وخلصنا كلام عن الابلكيشن، خلينا نتكلم بقى عن اهم واقوى ميزه في السماعه دي. تجربه المكالمات اللي بتاخدها من السماعه دي الصراحه تجربه فريده من نوعها في الفئه السعريه اللي احنا بنتكلم عنها النهارده. خليني برضو اقول لك ان السماعه بتيجي باربع مايكات، مايكين على كل سماعه، فده بيبقى اجمالي 4 مايكات. والصراحه الاربع مايكات بيبقوا قادرين يعزلوا صوتك تماما عن كل حاجه محيطه بيك، بحيث ان انت لو في شارع، لو في مواصلات، لو في شغل، لو في زحمه، لو في دوشه، لو ايا كان انت فين، الطرف الثاني اللي انت بتكلمه هيبقى قادر يسمعك بوضوح ومش هتقابله اي مشاكل. طيب ليه انا بشكر في المايكات وفي تجربه المكالمات دي قوي كده؟ لان ببساطه مفيش اي سماعه في الفئه السعريه دي هتقدم لك تجربه مميزه زي ما السماعه دي هتقدمها لك، لان فعلا تجربه المايكات والمكالمات هنا ما بتقدمهاش سماعات في فئات سعريه اعلى من كده بحبه حلوين. فخلاصه الكلام عن تجربه المايكات والمكالمات هي تجربه فعلا خرافيه. وخلينا نشوف صوت المايكات ده بشكل عملي في ريكورد انا كنت مسجله عشان تبقى قادر تستوعب انا بتكلم على ايه. طبعا برضه عشان تكون فاهم انا بتكلم على ايه وقد ايه انا بقول المايكات دي كويسه، لان انا دلوقتي بتكلم في وسط زحمه وفي وسط شارع وفي وسط عربيات وفي وسط كلاكسات. بس على الرغم من كده السماعه قادره بشكل كبير ان هي تعزل الصوت بتاعي، بحيث ان اللي بيسمعني او اللي انا بكلمه في التليفون هيبقى قادر يسمع كل الكلام اللي انا بتكلمه بشكل واضح. وهو ده هدف السماعه الرئيسي، ان انت مش المطلوب من صوت المايك ان هو يبقى صوت مايك احترافي تسجل بيه فيديوهات، ولكن يبقى صوت مايك مقبول جدا وانت بتتكلم او بتعمل مكالمه ان الطرف الثاني يبقى قادر يسمعك.
زي ما سمعت في الريكورد كده، السماعه صوتها ممتاز على الرغم ان انا كنت في دوشه وكنت في زحمه وكنت بره وكان حواليا زحمه ودوشه كتير، بس السماعه كانت قادره تتعامل مع كل ده، كانت قادره تعزل صوتي بشكل كويس، كانت قادره تشيل كل الاصوات اللي في الخلفيه وتخلي صوتي واضح ونقي للشخص اللي بيسمعني او للشخص اللي انا بكلمه. وبرده زي ما قلت في الريكورد، السماعه هنا مش موجهه ان انت تلبسها وتعمل بيها محتوى او تصور بيها فيديوهات وتبقى منتظر صوت احترافي مثلا، لا، السماعه ابعد ما يكون بكتير عن التجربه اللي في دماغك دي. ولكن هنا انا بتكلم عن اداء السماعه في المكالمات العاديه او في الفيديو كول او ايا كان، الطرف الثاني هيبقى قادر يسمعك بوضوح ومن غير اي مشاكل. خلينا نتكلم عن اخر حاجه وهي البطاريه والشحن. السماعات لوحدها بتدي لك لحد 10 ساعات استخدام متواصل، يعني انت لو قررت تحط السماعه في ودنك وتفضل مشغل عليها محتوى لمده 10 ساعات، السماعه هتفصل بعد 10 ساعات ان شاء الله. اما الكيس نفسه بيقدم لك 23 ساعه اضافيه من الشحن، وبكده يبقى معاك تقريبا اجمالي 33 ساعه استخدام. طيب ال 33 ساعه دول يترجموا لكام ساعه على ارض الواقع؟ يترجموا لتقريبا اسبوع من الاستخدام. يعني انت هتستخدم السماعه لمده اسبوع استخدام طبيعي بتاع ناس عاديين، هتقدر تستخدم السماعه لمده اسبوع من غير ما تحتاج انك تشحنها. كمان السماعات نفسها بتدعم الشحن السريع، يعني السماعات مجرد ما تحطها في الكيس 10 دقائق من الشحن هيترجموا لحوالي 3 ساعات من الاستخدام. اما الكيس نفسه فبيشحن في تقريبا ساعه ونص. خلاصه الكلام عن الاورايمو سبيس بادز زي، لو انت عايز سماعه تقدم لك ماتيريال محترم، صوت نقي ونظيف، بيز عالي، اكتيف نويز كانسلنج حقيقي، وكمان اداء جبار في المكالمات، وكل ده في فئه ال 1000 جنيه، فالسماعه دي انسب اختيار بالنسبه لك. اتمنى يكون الريفيو مفيد وعجبك، ولو عجبك الفيديو واستفدت منه ما تنساش تعمل لي لايك وشير وسبسكرايب، وسلام.